السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا ريت نذكر الله في التعليقات ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ قصة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو وما تنسوش نكمل القصة للآخر. وطبعا بفكركم تشتركوا في مجموعة قنوات، قناة حكايات دقدقة، وقناة حكايات صفصف الملكة للقصص الكاملة، وقناة حكاوي بنات، وهتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف، أو ممكن تبحثوا عنهم بمنتهى السهولة. ووعدكم إنكم هتشوفوا عليهم قصص وروايات حلوة جدا جدا جدا. قصتنا النهاردة قصة قوية جدا وقصة جامدة من القصص اللي انتوا بتحبوها، قصة حقيقية بعتتها لينا متابعة من متابعينا العزاز، وعايزة تاخد رأيكم فيها لأنها محتارة جدا، هل تسامح في حقها ولا لأ؟ وخصوصا إن أصحاب المشكلة معاها هم أهلها، بس هي من جواها مش قادرة تسامح، بالرغم من إن في ناس كتير من المقربين منها بيطالبوها إن هي تسامح. عايزاكم كلكم تقولوا رأيكم في القصة وتكتبوا لها في التعليقات رأيكم فيها بصراحة. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من آخر قصة كنا فيها مع بعض، وبشكر كل الناس الحلوة اللي بتدعمنا دايما بكلام حلو زيها. ويلا نقول بسم الله ونشوف قصتنا بتحكي عن إيه النهاردة. يا نوشة، يا بنتي يا نوشة، تعالي شيلي معايا الترابيزة دي. أنا جاية أهو يا ماما. بقولك إيه، هي منى ما اتصلتش بيكي؟ لا يا بنتي، بقالها فترة ما اتصلتش. طب بقولك إيه، لما تتصل بيقولي لها على العريس. أيوة طبعا، ما هي لازم تعرف. وبعد شوية اتصلت منى عليها. وبالمناسبة دي منى بطلة قصتنا هي متجوزة وعندها أولاد وعايشة في إحدى الدول الأجنبية من زمان، ودي قصتها. نرجع تاني لقصتنا. وبعد شوية منى اتصلت على مامتها. ألو، إزيك يا منى؟ عاملة إيه يا بنتي؟ الحمد لله يا ماما. أخبارك إيه؟ وأخبار إخواتي إيه؟ كويسين يا بنتي. وإنتي وجوزك وولادك عاملين إيه؟ إحنا كويسين يا حبيبتي، اطمني كله تمام. المهم طمنيني إنتي عليكم. أهي ماشية يا بنتي، هنعمل إيه يعني؟ بقولك يا منى، مش نوش أختك جالها عريس؟ بجد يا ماما؟ ألف مبروك. طب إيه، حد كويس ولا إيه؟ آه، سمير ابن خالتك عز، فاكراه؟ آه يا ماما فاكراه. طب وهي رأيها إيه؟ هي نوشة موافقة عليه، بس أيمن بيقول لأ، هو مش حب، ولا هو ولا أسام. طب ليه؟ عنده مشكلة ولا إيه؟ أخوكي بيقول عليه إنه عيل مش مظبوط وبتاع بنات. طب ونوشة رأيها إيه في الموضوع ده؟ نوشة يا أختي مصممة عليه وبتقول بكرة يعقل. خلاص، مادام هي عايزاه يا ماما خلاص، هي حرة. أنا من رأيي إنكم توافقوا، انتوا عارفين دماغ نوشة ناشفة، مادام مصممة وحطت حاجة في دماغها يبقى مش هتسكت. خلاص، أنا هقول لأي وأقول له كل واحد يشيل شيلته. بالظبط كده يا ماما، شوفوا هتعملوا إيه وابقوا بلغوني. وعدت الأيام ونوشة اتخطبت لسمير. إزيك يا ماما، عاملة إيه؟ قوليلي، عملتوا إيه في جهاز نوشة؟ والله يا بنتي ما أنا عارفة هعمل إيه، الحاجة ولعت. ما تشيليش هم حاجة يا ماما، أنا هبعت لها هدومها كلها من هنا، وكمان هبعت لك حوالة بالفلوس تشتري لها الحاجات اللي عايزاها في البيت. والله يا منى أنا كنت هطلب منك كده، بس اتكسفت وكنت شايلة الهم. ما تقلقيش، إن شاء الله ما فيش هم ولا حاجة، وأي حاجة محتاجاها اطلبيها مني من غير كسوف. وبعد فترة اتجهزت نوشة واتجوزت سمير، والحياة كانت حلوة ما بينهم لحد ما جه يوم سمير واتخانق مع نوشة. هو في ايه؟ ارحمي، كل شوية هات هات، ارحميني عشان ربنا يرحمني. ليه بقى ان شاء الله؟ هو انا بعمل ايه يعني؟ انا ما قلتلكش عايزة حاجة كبيرة، انا مش عايزة غير الضروريات وبس. مصاريفك كتيرة يا نوشة وانا مش ملاحق. ليه بقى ان شاء الله؟ وانت كنت بتجيب ايه زيادة؟ ده انا حتى ما بعرفش اشتري لنفسي شراب. والله ده اللي عندي ودي امكانياتي. خلاص، اشتغل شغلانة واتنين، انت مش شايف الدنيا ولعت ازاي ومش ملاحقين على الغلا ده؟ والله امكانياتي ما تسمحش اشتغل شغلانتين، وهو ده اللي عندي. مش عاجبك؟ روحي لامك واخواتي. نعم يا اخويا، وامي واخواتي هيجيبولي منين ويصرفوا عليا ليه؟ هو انا مش على ذمة راجل؟
الراجل تعب من كتر المصاريف يا اختي. بقول لك ايه، ما تتصلي على اختي، ما هي على قلبها قد كده، خليها تساعدك. اختي؟ ليه؟ هو انت عايزها تصرف عليك؟ تصرف عليك انت، مش عليا انا. هو انا اللي طلباتي ما بتخلصش؟ لا، ده انت دماغك فيها حاجه. هو انت بجد عايز اختي تصرف عليا؟ وفيها ايه يعني؟ ما هو اختك معاها، والمليان يكب على الفاضي، واحنا فاضيين وهي مليانه. انت مش شايفه؟ مش شايفاها كل لما بتنزل الفلوس والنغنغه اللي هي فيها، ولا الدهب اللي بتبقى لابساه؟ يوه، ما هو من تعبها وتعب جوزها. يا اختي ما احنا كمان بنتعب، ومش عارف حتى اجيب لك خاتم صغير في ايديكي. والله على رايك، بس هجيبها لها ازاي دي؟ لو قلت لك هتسمعي كلامي؟ امم قول، منك نستفيد. اعملي نفسك غضبانه، وقولي لهم انك مش طايقه العيش ومش عايزه اعيش معاه. يا سلام يا اخويا، اروح اقول كده وانا اللي كنت مصممه على الجواز منك؟ يا ستي عادي، ما فيهاش حاجه. انت كنت منبهره ومعجبه بيا في الاول، وده كله راح بعد الجواز. يعني هتغلبي؟ قولي اي حجه، ده انت استاذه. خلاص ماشي، استنى بس شويه كده والم هدومي واروح عند ماما. بس تعرف لو عرفت انك لعبت بديلك هطين عيشتك، انت فاهم؟ العب بديلي ايه؟ هو انا بقى ليا ديل من يوم ما اتجوزتك؟ ده انت توبتيني عن الصنف كله وسدتي نفسي. يا رب دايما نفسك تبقى مسدودة. انا هدخل اجهز شنطتي. خلاص ماشي، اهم حاجة تسبكي الدور كويس. ما تقلقش، كله هيبقى تحت السيطرة. ماشي يا واد يا مسيطر انت. ما هو انا هبقى عبيط لو ما استفدتش من اختها وجوزها واعمل خميرة حلوة من وراها. وبعد شوية وصلت نوشة على بيت مامتها، وبدأت تنفذ خطة جوزها إن أختها تساعدها ويستفادوا منها على قد ما يقدروا. يعني إيه سبتي البيت ومش راجعة له تاني كده؟ أنا زهقت وتعبت من بخل، كل حاجة مفيش. ما هو على قده يا بنتي، هنعمل له إيه يعني؟ خلاص بقى، مادام على قده يبقى كفاية عليا كده. أنا عاوزة أعيش حياتي وأصرف براحتي. يعني إيه مش فاهم؟ أنت عاوزة تتطلقي؟ والله لو مش هيقدر يصرف يبقى يطلق. لا، ده انت اتجننتي باين عليك. طلاق ايه اللي عايزاه ده؟ اهدي كده واستهدي بالله. وسابتها نوشة ودخلت الأوضة تقعد فيها. وبعدين يا عايدة، البت دي دماغها ناشفة وممكن تصمم على الطلاق. لا، احنا لازم نشوف حل. وعدى كام يوم ونوشة قاعدة عند مامتها واخواتها بيكلموها، وهي مصممة على اللي في دماغها. يا بنتي اهدي كده وقوليلي، انت عاوزة تتطلقي ليه؟ ما انا قلت لكم تعبت، كل لما اقول له عاوزه حاجه يقول لي مفيش، كل حاجه مفيش. يا بنتي الدنيا ملخبطه مع الناس كلها، مش معاه هو بس. وانا ماليش دعوه، انا عاوزه طلباتي. مش المفروض الواحده تعيش على قد امكانيات جوزها وظروفه؟ يا سلام، ليه بقى يعني؟ ده حتى اقل حاجه مش عارف يجيبها البيت، وانت تقول لي امكانيات وظروف؟ لا طبعا، انا واحده مش طالبه غير طلبات بيتي وبس، ومش عايزه اي حاجه زياده. يا بنتي هو غصب عنه، اكيد يعني مش بايده التأثير ده. بقول لكم ايه، بايده بقى ولا برجله انا ماليش فيه. اتصلوا بيه وكلموه، ولو مش هيقدر يصرف يبقى يطلق. يوه، برضه مصممة على الطلاق؟ طلاق ايه بس يا نوشة وانت في عيل في بطن؟ وايه يعني؟ هرمي لابوه واتجوز تاني واعيش بقى حياتي، بلا سمير بلا هم. انت هبلة يا بت، جواز ايه وانت على ذمة راجل تاني؟ قال لا، انا بقول بعد الطلاق مش دلوقتي. وهي هتفرق يا نوشة؟ احترمي نفسك كده واتكلمي بعقل. مش ده سمير اللي لو ما اتجوزتهوش مش هتجوز غيره؟ ايه بقى اللي اتغير؟ اللي اتغير ضيقة العيش، مش عارفة حتى اجيب ابسط حاجة. خلاص طيب اهدي، واكيد في حل غير انك تتطلقي. انت مش هينفع معاكي غير ان انا اكلم لك اختك منى وهي تشوف حل معاكي. وهي منى مالها بس ياما؟ يوه، مش اختها يا ابني، ولازم تعرف باللي بيحصل. مش يمكن تساعدها ولا تقف جنبها؟ ولا ايه رأيك انت يا نوشة؟ ها؟ وتفتكري يعني يا ماما منى هتوافق؟ وما توافقش ليه يا بنت؟ هي ما يرضاش ان بيت اختها يتخرب، وهي معاها وتقدر تساعد، وزي ما بتبعتلي تبعتلك. يا امي هي بتبعتلك انت عشان انت امها، لكن هي هتساعد نوشة ليه؟ ما اظنش.
سيبوني بس اكلمها واشوف هتقول ايه. خلاص اللي تشوفيه يما. وعلى رأيك اهي معاها وتساعدنا. يا ريت يما تساعدنا كلنا ان شاء الله يا رب. والله الواحد بيكح تراب ومحتاج اي زقة كده ولا كده. يا اخويا بس الاول نشوف هتعمل ايه معايا وبعدين تبقى تشوفكم. بس على فكرة احنا اولى، احنا اخواتها. ليه يا اخوي؟ وانا بنت مرات ابوها ولا ايه؟ طب ما انا كمان اختها. يوه، لسه ما يعرفوش هتساعد ولا لا وبيتخانقوا. ده انتوا عيلة غريبة. اقول لكم انا طالع شقتي احسن. شفت ابنك بيقول ايه يا ماما؟ سيبك منه. بقول لك ايه، ما تتصلي باختك كده وشوفيها. لا ما ينفعش تكلميها دلوقتي يا ماما. يوه، طب وليه؟ عشان فرق التوقيت. خليها كمان شوية. وخلصوا كلامهم وقامت الأم تشوف اللي وراها وكل واحد راح يشوف طريق. وبعد شوية اتصلت عليهم منى. ازيك يا منى يا بنتي؟ عاملة ايه؟ أنا كويسة يا ماما. مال صوتي؟ انت فيكي حاجة؟ مفيش يا حبيبتي. ما تشغليش بالك انت. قوليلي يا ماما مالك؟ اوعي تكوني تعبانة ولا فيكي حاجة. لا مش تعبانة، بس أختك نوشة. مالها نوشة؟ تعبانة ولا ايه؟ ولا الحمل حصل له حاجة؟ لا يا بنتي، دي عاوزة تتطلق وأنا مش قادرة عليها لا أنا ولا إخواتها. يا خبر، تتطلق؟ ليه بس؟ إيه اللي حصل لكل ده؟ مش ده سمير برضو حبيب القلب؟ إيه اللي جرى؟ الفقر وقلة الفلوس هي اللي غيرتها. مش بيقولوا الفقر لو دخل من الباب الحب بينط من الشباك؟ طب ما تعيش على قد إمكانيات جوزها يا ماما. ما كل الستات على كده. والله يا بنتي أنا غلبت معاها، وأيمن وأسامة هم كمان غلبوا معاها. لا طبعا. طلاق ايه بس؟ ادهاني اكلمها وانا هعقلها. يا بنتي اختك دماغها جزمة قديم وما بتسمعش غير نفسها. اندهيها بس يا ماما وانا هتكلم معاها واشوف حل يرضيها. ودخلت الام تنده نوشة. ازيك يا منى، عاملة ايه؟ وجوزك وولادك عاملين ايه؟ كلنا بخير يا حبيبتي. ايه يا نوشة؟ ايه اللي سمعته من ماما ده؟ سمعتي ايه من ماما؟ بتقولي انك عاوزة تتطلقي. ايوه يا منى، انا تعبت منه. ليه يا بنتي؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ كل لما اقول له عاوزه اي حاجه يقول لي مفيش، ما معيش. ده انا حتى اقل حاجه بطلبها منه ما بيجيبهاش. وليه بقى وجع القلب ده؟ ما بلاها دي عيشه، دي عيشه تقرف. يا بنتي الناس كلها على الحال ده. هو انت يعني كنت واخداه غني وبيبخل عليكي؟ الصراحه لا. هو لو معاه عمره ما بخل عليا. بس تعبت، عاوزه اجيب اللي نفسي فيه كله. ده انا حتى قربت اولد ما جبتش حتى هدمه واحده للعيل. قولي لي اعمل ايه؟ وابتدت تمثل نوشة انها بتعيط. طب اهدي بس وما تشغليش بالك باي حاجه تخص البيبي. انا هجيب له كل اللي يخصه، وانتي هبعتلك مصروف ليكي تجيبي اللي انتي عاوزاه كله. وانا هتصل على سمير ويجي ياخدك من عند ماما. ولو احتجتي حاجه تاني اختك موجوده. يا نوشة، خراب البيوت مش بالساهل يا حبيبتي. طب وانتي ذنبك ايه بس يا منى؟ ذنب ايه بس يا هبله انت؟ ده احنا اخوات. ربنا يخليكي ليا يا رب يا اختي وما يحرمنيش منك. خلاص، انا كل شهر هبعتلك زي ما ببعت لماما. تمام كده؟ والله انا مكسوفه منك قوي. على العموم اللي تشوفيه يا ستي، ولا كسوف ولا حاجه. وحاجات حبيب خالته كلها عليا. كده كده انا هنزل قبل الولاده وهعمل له اوضه بكل لوازم. وما تشيليش هم لبسه، كل حاجه هتكون عنده قبل ما يشرف الدنيا. والله أنا مش عارفة أقولك إيه غير إن ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا يا روح قلب أختي. وبعد ما قفلت معاها حضنت مامتها وهي فرحانة. الله عليك يا ست الكل. قالت لي إنها هتشيل كل حاجة البيبي وكمان هتبعت لي مصروف كل شهر. مش بقولك منى هي اللي هتحلها. ارجعي بيتك بقى يا نوشة. لا، منى قالت لي إنها هتتصل بسمير ويجي ياخدني من هنا. خلاص يا بنتي، أما أقوم أشوف اللي وراي. أما منى بعد ما قفلت مع نوشة اتصلت على سمير. ألو، ازيك يا سمير؟ كويس الحمد لله. مين معاي؟ أنا منى أخت مراتك. إيه، مش عارف صوتي؟ معلش أصل ما خدتش بالي. ازيك وازاي عادل والولاد؟ أخبارهم إيه؟ كلنا كويسين. قولي بقى، ليه مزعل مراتك منها وسايبها في بيت بابا؟ أنا أقدر أزعل نوشة برضو؟ دي حبيبتي.
بس هي اللي طلباتها كتير قوي يا منى، والحال مش قد كده. هي يعني طلباتها دي مش حاجات للبيت ولا حاجات لنفسها؟ الحق بتاع ربنا بتبقى حاجات للبيت، بس ما باليد حيل. طيب يعني اهو مش ليها. بقول لك إيه يا سمير، روح خد مراتك وحلوا مشاكلكم مع بعض، وما تخلوش حد يتدخل ما بينكم. وهي يعني هتوافق ترجع معايا؟ روح انت بس وهي هترجع معاك. ما ينفعش الست تبعد عن جوزها، صح ولا ايه؟ خلاص يا ستي، هروح لها واعمل بنصيحتي. ربنا يهديكم يا رب. مساء الخير يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت كنت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ لا ابدا، ده انا كنت بدعي لنوشة ان ربنا يهديها على جوزها. ليه بس، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال ايه يا سيدي؟ عاوزة تتطلق. تتطلق؟ هي اختك دي مالها؟ طلاق ايه اللي بتقول عليه؟ دي لسه ما كملتش سنة جواز. انا عارفة بقى، اديني كلمتها وهديتها، وكلمت جوزها يروح يصالحها. ربنا يهديهم يا رب. وعدت شهور، ومنى كانت بتبعت لاختها نوشة كل شهر. وكانت لما بتنزل اجازة هي وجوزها وولادها، كانت نوشة وسمير بيصمموا انها تقضي الاجازة عندهم عشان يستفيدوا منها ومن الخير اللي وراها على قد ما يقدروا. وفي يوم بعد ما منى رجعت الدولة الأجنبية، كانت بتكلم مامتها: ازيك يا ماما؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي وعلى اخواتي. احنا كويسين يا حبيبتي. اخوكي ايمن خلف ولد وسماه سامي، واخوكي اسامة جاب هاني. الف مبروك. انا هتصل بيهم وابارك لهم وابعت لهم هدية. والله يا منى، اخواتك الدنيا ملطشة معاهم خالص، والشغل ما بقاش قد كده. ازاي بس يا ماما الكلام ده؟ يعني ازاي؟ وهم عايشين ازاي؟ هيعملوا ايه يا بنتي؟ اهم بيخبطوا في الدنيا. وفضلت منى ومامتها يتكلموا شوية، وبعد ما قفلت المكالمة كانت قاعدة مهمومة وصعبان عليها حال اخواتها. الجميل سرحان في ايه؟ مالك؟ ايمن واسامة يا عادل ظروف شغلهم مش قد كده. تعرف، نفسي يبقى عندهم مشروع وشغل خاص بيهم هم. طب وماله؟ شوفي عاوزة تعملي ايه واعمليه من غير اي كلام. مش عارفة افكر والله يا عادل. شوفيهم هم شاطرين في ايه واسأليهم، وساعتها يعملوا شغل خاص بيهم بدل البهدلة عند اي حد. تمام، انا هسألهم. وبعد فترة نزلت منى اجازة، وقابلت اخواتها واتفقوا على المشاريع، وعملت لكل واحد فيهم مشروع علشان يعيش منه. وفي يوم سمير جوز نوشة كان راجع من شغل، وللأسف اتعرض لحادثة، والحادثة دي خلته يفقد عين من عيونه. وطبعا بعد الحادثة دي ما بقاش عارف يشتغل. ياني، هناكل ازاي ونعيش منين يا رب؟ هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ يا بنتي اهدي بالله، حرام عليكي كده، ده قدره. ازاي بس يا ماما؟ ده وهو سليم كنا ماشيين بالعافية، امال لما يقعد في البيت مش هنلاقي ناكل خالص. اهدي بس يا نوشة، اهدي لا يسمعك. اهدى ازاي بس يا منى؟ انت عارفة علاجه هيتكلف قد ايه؟ يا ستي ما تشغليش بالك بعلاجه، انا هبعت له كل شهر حق علاجه، ده غير المصروف اللي ببعتهولك انت والعيال. ما تشيليش هم اي حاجة خالص. طب وانت ذنبك ايه بس؟ ذنبي ايه بس في ايه؟ احنا اخوات يا نوشة، مفيش بينا الكلام ده. ربنا ما يحرمني منك يا منى يا رب. ووفت منى بوعدها، وبقت تبعت فلوس لاختها كل شهر، فلوس للبيت والولاد، وفلوس لعلاج جوزها، ده غير الهدايا والشنط اللي كل ما تنزل زيارة يكون فيها شيء وشويات. وفي يوم منى كانت بتكلم مامتها: بقول لك ايه يا ماما، ابعتي حد ينظف لي الشقة. شقة؟ شقة ايه يا حبيبتي؟ اصل اخواتك باعوا البيت وقسموه على بعض. نعم؟ ازاي؟ هو البيت ده مش ليا فيه زيهم؟ ازاي يعملوا كده من غيري؟ هو انا مش اختهم؟ يا بنتي ما انت عارفة اخواتك وظروفهم، ظروفهم على القد، ده حتى المشاريع اللي انت عاملاها لهم مش جايبة همها. وهتجيب همها ازاي يا ماما وهم طول النهار نايمين، وبينزلوا بس ساعة ولا اتنين؟ هيشوفوا شغلهم ازاي وهم كده؟ معلش يا بنتي بقى، اهو اللي حصل. يعني هي بقت كده؟ وانت يا ماما ازاي ما تقوليش؟ على العموم انا مش مسامحة، وحقي عند ربنا، ومحدش فيكم يكلمني تاني. وقفلت منى وهي منهارة من العياط. بقى بعد كل اللي عملته معاهم ده
يعملوا فيا كده؟ معقولة يسرقوني وياكلوا حقي؟ وفضلت منى مقاطعاهم سنين كتير قوي، وكانت بتعرف أخبارهم من قرايبهم اللي كانوا بيقولوا لها إن حالتهم بقت كويسة جدا وبقت ظروفهم حلوة. ومنى من جواها كانت زعلانة إزاي ياخدوا فلوسها وربنا يكافئهم على سرقتهم ليها. كانت محتارة ومش عارفة إزاي هم يبقوا سارقينها وجايين عليها وظالمينها والدنيا تبقى حلوة معاهم كده. وفي يوم منى كانت بتكلم خالتها في التليفون: ازيك يا خالتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ وحشاني يا منى. احنا الحمد لله بخير، كلنا كويسين. طمنيني على امي يا خالتي، هي عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة يا بنتي، دي كانت لسه عندي وبتقول انك وحشتيها. وحشتها؟ بأمارة ايه يا خالتي؟ الله يخليكي، انا مش عاوزة افتكر حاجة واتكلم. ايه اللي حصل بس يا بنتي؟ طمنيني. وايه اللي خلاكي ما بقيتيش تنزلي اجازة زي الاول؟ يعني هي ماما ما قالتلكيش يا خالتي؟ ما انت عارفة امك يا منى ما بتقولش حاجة لحد. باعوا البيت يا خالتي وخدوا فلوسه وقسموها على بعض وطلعوني انا من المولد بلا حمص. يا لهوي، وعايدة طوعتهم؟ اخصى عليها. قالت لي وايه يعني يا بنتي؟ ما انت معاكي واخواتك غلابة معهمش حاجة. وهو اللي معايا ده يا خالتي مش شقة غربة ليا ولجوزي؟ على العموم انا خلاص اعتبرت نفسي ماليش لا ام ولا اخوات. استهدي بالله بس يا بنتي وكل حاجة هتتصلح. هتتصلح ازاي بس يا خالتي؟ انا عمري ما بخلت عنهم بحاجة، لا الماما ولا النوشة ولا الايمن ولا الاسامة، وبعد كده يتفقوا عليا ويسرقوني؟ مش من حق ازعل برضو؟ من حقك يا بنتي والله. انا مش عارفة اقولك ايه، انا مش مصدقة ازاي عايدة تطوعهم في كده. روحي اسأليها يا خالته. تصدقي انا اكتر حاجة مقهورة منها هي امي. طب كانت وقفت لهم قالت لهم لا، دي فلوس اختكم، بدل ما تقولي انت معاكي واخواتك غلاب. والله لو كانوا قالولي انا كنت اتنازلت عن طيب خاطر، بس هم استحلوا حقي وفلوسي. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش نفسي وكل حاجة تتعوض. انا مش زعلانة على البيت يا خالتي على قد ما انا زعلانة من غدر امي واخواتي بيا. وخلصت المكالمة مع خالتها وقفلت معاها، وكانت كل فترة بتطمن على خالتها وتطمن منها على أخبارها. وبعد فترة خالتها كانت بتكلمها كالعادة: ازيك يا منى يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا منى، مش ناوية تنزلي وتسامحي بقى؟ أسامح مين يا خالتي؟ خلاص بقى، هم أصلا مش فارقين لي ولا أنا فارقالهم. خلاص هم مش محتاجيني في حاجة. أقولك يا بنتي يا منى، ربنا خدلك حق وبقوا على الحديدة. حتى الشقق بتاعتهم باعوها، والعربيات اللي كانت معاهم باعوا كل حاجة، وراحوا كلهم قعدوا عند أمك في شقتها القديمة. ونوشة رجعت أجرت شقة هي وعيالها وجوزها. ليه يا خالتي؟ إيه اللي حصل لكل ده؟ والله يا بنتي أنا معرفش التفاصيل، أنا كل اللي أعرفه إن فجأة كده المشاريع بتاعتهم خسر وبقوا مديونين لطوب الأرض، واضطروا يبيعوا كل حاجة عشان يسدوا الديون اللي عليهم لحسن يتحبسوا. يعني خسروا كل اللي وراهم واللي قدامهم. شفتي بقى؟ شفتي عدل ربنا؟ تعرفي يا خالتي رغم اللي انت قلتيه ده بس زعلت عليهم. امال يا بنت مش اخواتك؟ على فكرة امك تعبانة قوي ونفسها تشوفي. سامحيها بقى يا منى عشان خاطر قلبي مش مطوعني يا خالتي. ازاي طوعت اخواتي في اللي هم عملوه ده؟ يا بنتي هددوها، قالوا لها لو قلتي لمنى هنرميكي في الشارع ومش هتاخدي جنيه. طب وهي ما اتصلتش بيا ليه وقالت لي وانا كنت جيت خدتها تعيش معايا؟ يا خالتي هي قالت منى معاها، وايه يعني لما اخواتها ياخدوا البيت؟ ما هي مش محتاجة. خلاص عشان خاطر يا منى سامحي، انت طول عمرك طيبة وقلبك ابيض. وبعد ما خلصت كلام مع خالتها جوزها رجع من الشغل: ازيك يا منى، عاملة ايه؟ بقول لك ايه، ايمن اتصل بيا النهارده وبيقول ان مامتك تعبانة ونفسها تشوفك. بعد الشر عليها يا عادل. خلاص انا هشوف اقرب طيارة نازلة لمصر وهروح اطمن عليها. ايوه كده يا منى، سامحي، مش عشان شوية فلوس تزعلي من اهلي، والله مش عشان الفلوس انا زعلت من الغدر. طب ما انا من زمان وانا واقفة في ظهرهم وعمري ما استخسرت حاجة فيهم، ليه يعملوا كده؟ معلش، على قد تفكيرهم يا ستي، اللي حصل حصل وربنا ردلك حقك خلاص.
وعلى العموم أنا بفكر نشتري فيلا لينا في مصر، بدل ما احنا كل ما ننزل كنا نقعد عند أختك وجوزها. يا ريت والله يا عادل، أنا بفكر في الحكاية دي من بدري. احنا أكيد مسيرنا نرجع في يوم من الأيام ونستقر في مصر، ولازم يبقى لنا بيت كبير هناك. ورجعت منى مصر وراحت المستشفى واتفاجئوا بوجودها هناك وسلموا عليها، ودخلت لمامتها تطمن عليها. سامحيني يا بنتي، حقك علي. خلاص يا ماما، مفيش حاجة، أهم حاجة صحتي. وفضلت منى مع مامتها تطمن عليها لحد ما مامتها اتحسنت وبقت كويسة وخرجت من المستشفى، ورجعت تاني الحياة زي الأول وأكتر. ورجعت منى تبعت المصروف لمامتها ولأختها، ورجعت كل حاجة زي ما كان. وفي مرة من المرات منى كانت بتكلم مامتها كالعادة: ازيك يا منى، عاملة ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا ماما، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. هنعمل ايه؟ والله يا بنتي الشقة ضيقة علينا، اخواتك الإيجارات قطمت وسطهم. طب وانا اعمل ايه يا ماما؟ انا يعني كنت قصداكي تشتري لنا بيت يلمنا انا واخواتي. بيت؟ طب ما كان عندكم البيت وانتوا بعتوه. خلاص بقى يا منى يا بنتي، اخواتك الدنيا جت عليهم وانتي سامحتي وخلاص، ما تقلبيش بقى في اللي فات. امري لله يا ماما، بس البيت المرة دي هيكون باسمي انا او باسم عادل جوزي. طبعا يا حبيبتي ده حق. قال لا، امال ايه؟ خلاص يا ماما، انا هبعت لكم الفلوس واعمل توكيل ليكي او لاي عشان تشتروا البيت وتكتبوه باسم. اعملي التوكيل لاي، عشان انتي عارفة يا بنتي انا لا هقدر اروح ولا اجي. حاضر يا ماما، انا هعمل التوكيل لاي وهبعتلك الفلوس على البنك باسم زي ما ببعتلك كل شهر. ماشي يا بنتي، لما تبعتي بقوليلي. وبعتت منى الفلوس واشترى أيمن البيت. وبعد فترة منى كانت بتطمن على مامتها في التليفون: ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ بقولك أنا مش هقدر أنزل مصر اليومين دول، عندي ضغط كتير في الشغل. أنا هبعتلك تذكرة وتيجي تزوريني وتقعدي معايا يومين تغيري جو، وابقي هاتي معاكي العقد بتاع البيت. عقد بيت ايه يا منى؟ البيت يا ماما، البيت اللي أنا بعتلكم حقه، البيت اللي اشتريتوه. أيوة يا بنتي، بس العين اللي مالكها يا منى. يعني ايه يا ماما الكلام ده؟ أنا مش فاهمة. يعني البيت باسم أخوك وإحنا كلنا قاعدين فيه، يعني البيت يبقى بتاعنا. وبالنسبة للفلوس اللي أنا بعتها لك وخدت وعد منك إنه يتكتب باسم، وأنا هعمل إيه بس يا منى؟ أخوكي ما وافقش. ده حتى يعني كانوا بيفكروا يبيعوا البيت وياخدوا حقه هو ونوشة وأسامة كمان. يعني البيت الأولاني يتباع وتطلعوني منه من المولد بلا حمص، ودلوقتي عايزين تبيعوا البيت اللي جايباه بفلوس وبرضه تطلعوني منه، وتقسموا الفلوس عليكم وبرضه تطلعوني من المولد بلا حمص. أنا مش هقول حاجة، خليهم ياخدوا ويشبعوا. وانت يا ماما شجعيهم على اللي هم بيعملوه. ليه بس؟ ليه بيعملوا معايا كده؟ أنا عمري ما قصرت في حاجة معاهم. إيه يا منى، مالك بتعيطي ليه؟ مش عارفة أقول لك إيه يا عادل، أنا تعبت واتخنقت منه. إيه بس اللي حصل؟ أمي وإخواتي مستقويين القلب عليا. إيه اللي حصل لكل ده؟ وحكت منى اللي حصل لعادل. قول لي يا عادل، قول لي أعمل إيه؟ أقطعهم تاني وارتاح منهم؟ معلش يا منى، عشمانين فيكي. عادي يا ستي، في داهية أي حاجة. والله يا منى الأهل ما يتعوضوش. ما تزعليش مادام بتيجي في الفلوس. انت ازاي كده يا عادل؟ مهما يعملوا تقولي دول أهل، اوعي تخسريهم. ولما كنت مقاطعاهم انت كنت بتودهم وعمرك ما زعلت منهم في حاجة. ده حتى جوز نوشة كان بيستغلك ويقولك هات الفلوس اغيرها لك بسعر أقل من البنك، وتكتشف ان هو غيرهم بسعر أعلى بكتير وبيحط الفرق في جيبه، وبرضه كنت بتخليه يغير لك الفلوس وعمرك ما خدت منه موقف. يا ستي اللي يجي في الفلوس في داهية. أنا عمري ما زعلت إن في فلوس ضاعت، وسبحان الله اللي بيضيع بيجي غيره أضعاف. عشان عمري ما زعلت على فلوس ضاعت ولا اتسرقت مني. بس احنا شقيانين في الفلوس دي، من حقنا نزعل. اوعي في يوم تزعلي على فلوس ضاعت مني، استعوضي ربنا فيها، هتلاقي ربنا بيكافئك أضعاف. ومادام فينا صحة نشأة يبقى ربنا هيرزقك. ما تزعليش منهم، واستعوضي ربنا في المبلغ اللي دفعتيه، واوعي تقطعيهم تاني. والمرة دي منى سمعت كلام جوزها وما قطعتش أمها ولا إخواتها،
بس المساعدات اللي كانت بتساعدها لاخواتها الصبيان قلت عن الأول. بس كانت لسه طبعا بتساعد مامتها واختها نوشة، لأن نوشة فهمتها إنها ملهاش ذنب في باقي البيت، واخواتها قالوا لها لو رحتي قلتي حاجة لمنى يبقى ملكيش حاجة عندنا. ودخلت لها من حتة انت عارفة ظروفي عاملة ازاي، وسامحيني يا اختي والذي منه. وبعد ما باعوا البيت ونوشة خدت حقها منه، اتفاجئت ان المبلغ اللي خدته يا دوب يشتري لها الشقة بس، لكن توضيبها وفرشها مش هتعرف تعملها. وطبعا كلمت منى واستلفت منها فلوس علشان توضب الشقة وتفرشها. ومنى كالعادة ما تأخرتش، وبعد ما نزلت أجازة هي وجوزها اشتروا الفيلا. ولما نوشة راحت لها زيارة، ما شاء الله الفيلا حلوة قوي، بس بعيدة عننا قوي يا منى، وأنا بصراحة مش واخدة إنك تنزلي أجازة وما تقعديش معايا. أنا شايفة إن أحسن حل إنكوا تاخدوا شقة في العمارة اللي إحنا قاعدين فيها، ولما تنزلوا أجازة تنزلوا عليها. أنا يا أختي ما أقدرش أستغنى عنك، ودينا قاعدين مع بعض بنونس بعض. أيوة يا نوشة، بقى معقولة أسيب فيلا وأروح أقعد في شقة؟ وماله يا حبيبتي، أنت هتقعدي في الشقة جنب أختي، والمسافة هنا بعيدة علينا، يعني هتقعدي هنا بطول ومحدش فينا هيقدر يجي يزورك. مفيش مشكلة يا منى، نشتري الشقة ونوضبها، وهي يا ستي تبقى برضو حاجة بتاعتنا. خلاص يا عادل اللي تشوفه. خلاص، وانا ليكوا عليا اكلم لكم صاحب البيت يوقع لكم الشقة بسعر حلو. واتفق سمير مع صاحب البيت على سعر الشقة، وراح قال لهم على مبلغ تاني خالص. وجوز منى مداش خوانه واداله الفلوس وراح اشترى الشقة. وكانت اجازة منى وجوزها خلصت، واضطروا تاني يرجعوا، وسابوا توضيب الشقة مسؤولية سمير ونوشة، وكانوا بيحولوا لهم مبالغ كل شوية عشان توضيب الشقة. وطبعا اللي كان بيدفع حاجة تانية، والباقي كان بيتضرب في الجيب. ايه يا نوشة، هو انت كل لما اختك تنزل اجازة هي وجوزها تدوري عليها انت وجوزك ولا ايه، وتاخدوهم تحت جناحكم؟ ما تخفي شوية يا نوشة. وفيها ايه يا اخوي، ما هي معاها على قلبها قد كده، دي شارية فيلا بالشيء الفلاني. عارف يا نوشة، ربنا ميسرها معاهم ومديهم من وسع. يا اخويا ما انت شغال واخوك كمان شغال، والمنيل على عينه جوزي شغال هو كمان. فين بقى اللي باين عليك؟ حتى لما بقيتوا اصحاب مشاريع فشلتوا فيه ورجعتوا للصفر تاني. اما منى وجوزها ماشيه معاهم زي السكينه في الحلاوه. جرى ايه يا نوشة، في ايه؟ حرام عليك، اختك كده هتولع، يخرب بيت نقك وحسدك يا شيخ. يا اخويا مهما تقول وتعيد ما بيحصل لهاش حاجه، كانها متحصنه. وفضل سمير يسحب من عادل فلوس على حس توضيب الشقة، لحد ما منى قررت إنها تنزل وتشوف عملوا إيه ووصلوا لحد فين في الشقة. واكتشفت إن التوضيب اللي اتعمل في الشقة ما يستاهلش كل الفلوس اللي اتسحبت دي، وإنهم لسه ما خلصوش الشقة. إيه ده؟ إيه ده يا نوشة؟ إيه اللي اتعمل في الشقة ده؟ وهي دي عمايل يتسحب عليها الفلوس دي كلها؟ يا أختي الصنايعية قرفونا، وكل شوية عايزين فلوس وخلاص من غير ما يشتغل. ازاي يا نوشة؟ وانتوا ازاي ساكتين لهم؟ يعني هنعمل لهم ايه يا منى؟ انا عايزة الفواتير بتاعة التوضيب بتاعة الشقة، عايزة اشوف ايه اللي اتصرف على الشقة وعملتوا بيه ايه. ايه يا منى، هو في ايه بالظبط؟ انت مالك نفسه ريشك علينا كده ليه؟ وفواتير ايه اللي عايزة تشوفيه؟ من حقي وحق جوزي اللي جوزي كل شوية يبعت ويقول له هات فلوس عشان اوضب الشقة، اجي الاقي الشقة بالمنظر ده. قال له واحنا نعمل لك ايه يعني؟ ما الحاجة كل يوم والتاني بتغلى، وفلوس ايه يا ام فلوس اللي بتسألي عليها؟ هي الملاليم اللي جوزك بيبعتها دي فلوس؟ ملاليم؟ ده انتوا ساحبين فوق ال17,000 دولار وتقولي عليهم ملاليم؟ على فكرة يا نوشة، كل حوالة كانت بتتبعت عندي الورق بتاعها، الحوالات كانت باسمك انت وجوزك، ده غير فلوس العلاج اللي ضحكتي عليا وكنت بتاخديها مني كل شهر على اساس انك بتشتريها لجوزك. واكتشفت بعد كده ان جوزك بيتعالج على حساب الشغل عنده، يبقى كل قرش اخدتيه ترجعيه على داير المليم. والله اثبتي بقى اني اخدت حاجه. ايه يا بنات في ايه؟ ما تهدوا كده. يعني انتي مش شايفه بتتكلم ازاي يا ماما؟ بتكلم ازاي يا ست منى؟ هو انتي عشان ربنا كرم بتتكبري علينا؟ من امتى وانا بتكبر عليكم؟ ما انا طول عمري فلوسي ليكم، بعتوا بيت والتاني وانا سكت،
وكمان العربيات بعتوها وانا ما اتكلمتش. عربيات ايه؟ ما انت اخدتي فلوسها. والله وهي دي كانت فلوسها يا نوشة؟ ده انتوا بعتوهم بملاليم وانا سكت. ودلوقتي بقولك اخدت فلوس كتير عشان الشقة والشقة ما اتوضبتش، وبقولك رجعولي فلوسي تقولي لي اثبتي. والله بقى المواضيع دي كانت بين جوزك وجوزي، انا ماليش دعوة. جوزي اللي خليته رقبتي قدامه قد السمسمة. عادل ده لو زي اي راجل كان عايرني باللي عملتوه فيا، بس هو لا، بيقول لي الاهل ما يتعوضوش. ارحموني بقى، انا تعبت منكم. اهدي يا منى يا بنتي. خدها يا اسامه، خدها وانزل بيها تشم شويه هوا. وخدها اسامه ونزلت وقعدت في كافيتيريا تهدي اعصابها. وبعد ما هدت اعصابها رجعت تاني على الشقه عشان تاخد غيارين وتروح تقعد عند مامتها تهدي اعصابها. لكنها اتخانقت هي ونوشة تاني، وهي نازله من على السلم وقعت على رجلها اتكسرت، وراحت على المستشفى جبست رجلها، وبعدها طلعت عند مامتها تقعد عندها. ولما راحت هناك بوسي بنت اختها نوشة راحت لها وطلبت منها انها تقعد معاها عشان هي بتحبها، وقالت لها يا خالته انا ماليش دعوه ببابا وماما، انا بحبك وعايز اقعد معاكي. وطبعا منى ما رفضتش وقالت ان الولاد مالهمش دعوه. لكن الحقيقه بقى ان البنت كانت قاعده علشان تنقل اخبارها لمامتها وتقول لها كانوا بيقولوا ايه وبيعملوا ايه. وبعد كام يوم نوشة اتصلت بمامتها وطلبت انها تيجي تقعد معاها. بقول لك ايه يا ماما، انا هاجي اقعد عندك كام يوم. تقعدي ازاي يا نوشة واختي؟ انتوا ما بتكلموش بعض. وانا مالي بيها يا ماما، انا في حالي وهي في حالها. وبعدين انت امي انت كمان، انا ماليش دعوه بيها. خلاص يا نوشة، بس تيجي من غير مشاكل. اختك جايه تقعد يومين وتمشي، يعني مالكيش دعوه بيها. حاضر يا ماما، ماليش دعوه بالكونتيسه منى. وبعد ما قفلت معاها، ايه يا نوشة انت عايزه تروحي ليه؟ ايه الهدوم اللي خدتها من هنا تلزم؟ رايحه عشان اخدها. يا ستي مش مشكله على الهدمتين دول، ما هي بتسيب كل مره كل حاجه وهي ماشيه. لا يا اخوي، شكلها اتنصحت علينا المره دي. كل مره بناخد منها وما كانتش بتسأل، دلوقتي تقولك فلوس. الصراحه اختك دي بجحه، ما هو علشان كده لازم امشيها من هنا معهاش هدمه واحده. جدعه يا بت، ولو اتكلمت معاكي قولي لها انت قعدتك عندنا كانت جايه بخساره وصرفنا عليكي قد كده. ما تخافش، قبل ما تنطق هغلبها بالكلام. وانت يا واد يا سامح تعالى معايا. وراحت نوشة على بيت مامتها ودخلت لمنى تسلم عليها. ازيك يا منى؟ منى كانت زعلانه وبصه للتلفزيون وما بتردش عليها. شفتي بنتك يا ماما؟ مش عاوزه ترد عليا. هو انا يا بت مش قلتلك تيجي ومالكيش دعوه باختك؟ يا سلام، هو انا كنت عملت لها ايه؟ ده انا جايه لها لحد عندها وبسلم عليها، تقوم تقابلني المقابله دي؟ وهي بتتكلم راحت زقه منى في كتفها، وقامت امها تزق نوشة. يا بت حرام عليكي، ابعدي عن اختي، انت بتمدي ايدك عليها ولا ايه؟ ساعتها سامح اتهجم على جدته وزقها. اوعي كده، انت بتزق امي عشان خاطر بنتك. وطبعا لما زقها وقعت على الارض. ساعتها منى اتجننت. انت اتجننت؟ انت بتزق جدتك وتوقعها على الارض؟ مالكيش دعوه انت، خليكي في حالك. في الوقت ده دخل اسامه ولقى صوتهم كلهم عالي وبيتخانقوا مع بعض، ولقى مامته واقعه على الارض. ايه ده في ايه؟ انتوا بتزعقوا كده ليه؟ وانت يا ماما ايه اللي موقعك على الارض كده؟ البيه ابن الهانم هو اللي زقها وقعها على الارض كده. يا نهار مش فايت، انت بتمد ايدك على جدتك؟ ده انت يومك مش معدي النهارده. ومد ايده على سامح ولقى بوسي جايه بتتهجم عليه وتمد ايدها عليه. وقتها اسامه ضربها بالقلم. انت اتجننت يا بت، بتمد ايدك على خالك؟ وفضلت بوسي تصرخ وتصوت، وفي ثانيه البيت اتقلب حريقه. وفي عز ما الخناقه شغاله وكلهم واقفين قصاد بعض، دخلت نوشة من غير ما حد يحس بيها وخدت هدوم منى من جوه. منى لقت ابن اختها واقف بيتهجم عليها في الخناقه وعمال يشتمها، ورفع الكرسي وكان عايز يخبطها بيه، لكنها هددته انها هتحبسه. لكن نوشة لما سمعت كده قالت لها لو عملتي كده في ابني انا هحبس اسامه اخوكي، وهقول ان هو مد ايده على بنتي وكان بيتهجم عليها. وطبعا منى لما سمعت كده خافت على اخوها واتراجعت عن الفكره، وخدت نوشة الهدوم وعيالها ومشي. واكتشفت منى
إن نوشة خدت كل هدومها وما كانتش مصدقة إن في عز ما الخناقة شغالة كان كل اللي شاغل تفكيرها الهدوم والحاجة بتاعتها. إيه ده؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ هي إزاي وصلت للمرحلة دي؟ وإزاي وصلت ولادها للغل ده؟ إزاي؟ ده أنا طول عمري كنت حنينة عليه. وبعدين إزاي الولد يمد إيده على جدته؟ أنت مستغربة ليه يا منى؟ العيال تربية نوشة وسمير، عايزاهم يطلعوا إزاي يعني؟ ولسه ياما هنشوف. أنا بس مستغربة، معرفش إن قلبها مليان غل وحقد كده من ناحيتي. ده حتى ولادها، يا أخي ده الزيارة اللي فاتت عادل جايب لهم تليفونات بالشيء الفلاني، لو كانوا اتنططوا لأبوهم وأمهم عمرهم ما كانوا هيعرفوا يجيبوه. معلش يا منى، ما تندميش على حاجة عملتيها. أنا عمري ما ندمت على حاجة، وأنت عارف، بيوت واشتريت وأنتوا تبيعوها، ومشاريع وعملت وفشلت، وسديت الديون اللي كانت عليكم. أنا مش ندمانة غير على حاجة واحدة بس، إن أنا ليا أخت زي نوشة دي. معلش يا منى، سامحي، إحنا إخوات. أسامح إزاي؟ خلاص، طاقتي خلصت. ليه أختي تعمل معايا كده؟ أنا عمري ما استخسرت فيها حاجة، حتى أنتوا عمري ما استخسرت ولا قصرت معاكم في حاجة. معلش، أصل اللي بيشربه لها سمير لحس دماغها. إيه؟ هما الاتنين كده؟ يوه، من زمان والكل عارف كده. لا لا، أنا مش عايزة أعرفها تاني، لا هي ولا عيالها. وفضلت فترة طويلة العلاقة بينها وبين نوشة وحشة جدا، وكانت نوشة على طول تبعت لها رسايل فيها أبشع الألفاظ والشتايم، حتى ولادها كانوا بيشتموها. دلوقتي صاحبة المشكلة بعتلنا مشكلتها عشان تاخد رأينا فيها. هي مش قادرة تسامح تاني، وبالأخص أختها نوشة وولادها. هي مستغربة بعد كل اللي عملته معاهم ده يعملوا فيها كده ويسرقوها في كمية الفلوس دي. وولادها إزاي يهون عليها إنها تسمح لولادها يغلطوا فيها؟ هي دلوقتي كل اللي حواليها بيطلبوا منها إنها تسامح بحكم إن هم إخوات، بس هي مش قادرة ولا عارفة تنسى اللي حصل ولا تسامح فيه. هي طالبة رأيكم، تسامح في اللي حصل ده ولا لأ؟ ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم عشان نكبر بيكم، وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.